ازاي ابطل اجلد ذاتي؟ السؤال ده اكتر سؤال بيجيلنا على رسائل الصفحة. بتعامل مع حالات كتير جدا دايما عندهم مشكلة جلد الذات، ان هم لما بيفشلوا في اي حاجة او يعملوا اي غلطة يفضلوا يجلدوا ذاتهم. انا غلطان، انا وحش، انا فاشل. دايما في جلد الذات، وممكن توصل بيهم المرحلة انه يعملوا ايذاء ذات، ان هو ممكن يعوروا نفسهم. في الفيديو ده انا جاي اقول لك خطوات بسيطة ممكن تساعدك ان انت تتخلص من جلد الذات ده. فلو انت من النوع اللي دايما بيجلد ذاته يبقى لازم تكمل الفيديو ده للاخر. اول خطوة لازم تتكلم مع نفسك وافكارك. اول لما تحس ان انت هتبدأ تجلد ذاتك على فكرة معينة زي مثلا فكرة انا فاشل، ابدأ اتكلم مع نفسك، اسأل نفسك هل في دليل على الكلام ده؟ هل انا فعلا فاشل ولا دي مجرد افكار وهمية مش حقيقية اصلا؟ طيب لو جات لك نفسك قالت لك انت عملت مشروع مثلا وفشلت فيه، قبل ما تجلد ذاتك ابدأ اتكلم مع نفسك برفق بحنية، ما تكونش قاسي على نفسك. قول لنفسك انا ما فشلتش، انا بس اتعلمت، ودي كان درس اتعلمت منه. مخك بيصدق ده جدا على فكرة. ما تجلدش ذاتك، اتكلم معاها، اعتبرها واحد صاحبك. انت لو واحد صاحبك عزيز عليك هتحب ان انت دايما تهاجمه وتجلد فيه، ولا ان انت تكلمه بحنية ورفق عشان يتعلم؟ اتعامل مع نفسك كده، اتكلم معاها بهدوء. قول لنفسك هل انا فعلا فاشل؟ في دليل على كده ولا لا؟ لو نفسك سورت لك ان في دليل على كده، اتكلم مع نفسك وقول ان انت تعاملها برفق، ان انا ما فشلتش، انا بس اتعلمت دروس جديدة. تالت حاجة ودي مهمة جدا، اكتب كل يوم قبل ما تنام انجازات انت عملتها في يومك حتى لو بسيطة جدا. ده على فكرة بيقال عليه تمرين اسمه تمرين الامتنان، اتكلمنا عنه عليه قبل كده في فيديوهات من فيديوهات الصفحة، ممكن ترجع لها وتشوفها، وما تنساش وانت راجع تعمل فولو. اكتب كل يوم 3 حاجات انت ممتن ليهم عملتهم النهارده حتى لو حاجات بسيطة. ده يساعدك جدا ان انت تركز مخك على الايجابيات وتبعد خالص عن جلد الذات. بالعكس هيساعدك جدا ان انت تعمل نقد بناء لنفسك، ان انت تعدل من ذاتك، في عيوب هتبدأ تعدلها، في نقاط قوة هتبدأ تشتغل عليها. فدول كان خطوات بسيطة جدا وفعالة في جلد الذات، ان انت ازاي تتخلص منه. يبقى اول حاجة ان انت تبدأ تتناقش مع افكارك، هل دي افكار حقيقية ولا مجرد اوهام؟ في ادلة عليها ولا لا؟ لو خيالك سول لك ان في ادلة، ابدأ كون رحيم مع نفسك، ما تجلدهاش. قول ان انا ما فشلتش مثلا، انا بس بتعلم وهبقى احسن. اكتب على طول كل يوم قبل ما تنام، اكتب 3 حاجات انت ممتن ليه والنهارده عملتهم انجازات حتى لو بسيطة، بس مخك هيصدق ده جدا وهيصدق قد ايه ان انت شخص عظيم وانت محتاج ده فعلا. فكون رحيم مع نفسك. ودايما لو انت عاوز تطور من صحتك النفسية وتطور من شخصيتك يبقى لازم تكون واحد مننا، يعني لازم تعمل لنا فولو للصفحة دي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، وافتكر ان دايما في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.